مسير ولا مخير، السؤال ده نفسه غلط، عشان اختيارك مش حاجه بتتم من الفراغ، الاختيار دايما بيتم من داخل سياق محدد، والسياق ده المفروض يكون انت. طيب نفترض يا حسين ان الانسان طلع مش حر، ايه العمل؟ اول حاجه هتتغير هي طريقه حكمك على نفسك، تاني حاجه هيغير طريقه حكمك على الناس، وتالت حاجه انه بيديك سلاح. السلاح ده هو انك تقدر تغير البيئه المحيطه بيك، تقدر تغير الضغط اللي محطوط عليك. فانت مش هتغير الاراده بتاعتك، لا انت هتغير الظروف المحيطه اللي هي كانت سبب في الاراده دي اصلا. ده معناه انك لو عايز تاكل اكله حلوه فانت ما تقعدش جنب اكل وحش اصلا. الخلاصه انك ما تقدرش تتحكم في ارادتك فعلا، لكن تقدر تتحكم في الاسباب اللي بتسبب ارادتك دي. نرجع بقى لصاحب اول تجربه اللي هو ليفت، الراجل اللي اكتشف ان مخك بيقرر قبل ما انت تاخد القرار. قال حاجه مهمه في اخر التجربه بس انا نسيت اقولها لك، قال ان الوعي مش بيبدا بالافعال، الوعي بيبدا برفض الافعال دي. يعني الحريه مش انك تبدا الفعل من الصفر، لا الحريه انك تقدر تقول لا للفعل ده. ده بيفكرني بجمله قالها الفيلسوف الشهير سارتر، قال لك الانسان محكوم عليه بالحريه، يعني حتى الحريه اللي مخك اداها لك ده نفسه كان اختيار. وده اللي هيخلينا اقول ان مش مهم يكون الجينات اثرت فيك او التربيه، قد ما مهم ان في جزء صغير، الجزء ده هو انت، وفي الجزء ده كل حاجه هتختلف. لو ظبطت الجزء ده فكل حاجه هتتغير. يعني الحريه انك تقدر تقول لا دي كفايه واكتر كمان من الكفايه، عشان لما تفتكر في حياتك هتلاقي ان اللحظات المهمه مش اللحظات اللي قررت فيها تعمل حاجه، اللحظات المهمه هي اللحظات اللي انت رفضت فيها. وبس، كان معاكم حسين، سلام.